بالجزائر سلطت يومية الخبر الضوء على التهاب أسعار الخضار في أسواق الجملة والتجزئة بالجزائر لتبلغ مستويات قياسية عشية عيد الفطر. وقالت الصحيفة إن جمعيات حماية المستهلك استنكرت هذا الارتفاع الجنوني واتهمت المتحكمين في السوق بالجشع واغتنام فرص الأعياد الدينية لرفع الأسعار وإحراق جيب المواطن المغلوب على أمره. وقالت في هذا الإطار إن جمعية حماية وترقية المستهلك وبيئته سخرت من ارتفاع الأسعار بالقول إن الفلاحين والمتحكمين في السوق قدموا برفع الأسعار بطريقة جنونية هدية للمواطن بمناسبة عيد الفطر. أما المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك فتساءلت وفق الصحيفة عن سبب ارتفاع أسعار بعض المواد قبل العيد، وأشارت إلى دعوة جمعيات ومنظمة حماية المستهلك إلى ضرورة تفعيل آليات لضبط السوق على رأسها التعامل بالفوترة التي يرفض تجار الخضر والفواكه التعامل بها.